كل سنة وانتم طيبين وأهلا بيكم مع الحريف بقصص لكرة القدم الجميلة اللي هنتكلم فيها عن لعيبة كرة القدم في رمضان، وهيبقى رمضان مختلف مع الحريف. النهاردة القصة وقد تكون أهم قصة في مسيرتي، قصة محمد أبو تريكة أمير القلوب. الاسم محمد أبو تريكة. الميلاد هو 7 نوفمبر 1978، يعني عمره دلوقتي 46 سنة. قرية ناهية في الجيزة في مصر. الإقامة هو مقيم حاليا في الدوحة، والجنسية جنسيته مصري. اللقب لقبوه بزيدان العرب لأنه كان مهاري ولعبه عالي، وكان بيلعب على الواقف، ولاعب كبير ومن أساطير الكرة المصرية وأساطير الكرة العالمية. وكمان لقبوه بأمير القلوب لشخصيته العالية وأدبه الراقي في الملعب وخارج الملعب مع الجميع. ولقبوه كمان بماجيكو. الماجيكو يعني أمير قلوب كل الأهلاوية، وصراحة هو أمير قلوب كل المصرية. محدش اختلف على حبه، محدش اختلف على إن أبو تريكة هو إحدى أساطير مصر وإحدى أساطير العالم. ولاده عنده أحمد وعنده سيف. الديانة هو مسلم طبعا، بيقول لك محمد أبو تريكة. لعب خط وسط وصانع ألعاب في النادي الأهلي، وطوله متر وتلاتة وتمانين سنتي. درس في جامعة القاهرة. وكمان تعالوا بقى نتكلم عن مسيرته الشابة. أبو تريكة لعب من 1990 إلى 1997 مع نادي الترسانة، 7 سنوات في فريق الناشئين. وترعرع بقى في مسيرته الاحترافية من 1997 إلى 2003 مع الترسانة. لعب 52 مباراة، سجل فيهم 26 هدف. وفي 2004 إلى 2013 ورحلة المجد مع النادي الأهلي، من يعني رحلة المجد قد تكون هي الأفضل في تاريخ طبعا كابتن محمد أبو تريكة. 362 مباراة، سجل فيهم 156 هدف. وفي 2013 راح إعارة 6 شهور لفريق بني ياسي، 6 مباريات بهدفين. مجموع المباريات هو 420 مباراة و184 هدف في تاريخه. ولكن تعالوا نسينا أهم حاجة، مسيرته مع المنتخب الوطني. أبو تريكة حاصل على من 2001 ل 2013 مع منتخب مصر 100 مباراة ب 38 هدف. أبو تريكة أمير القلوب. أبو تريكة نجم كبير ونجم على قلوبنا، وسيفضل أسطورة مصرية حية. أبو تريكة أنت أمير القلوب يا أبو تريكة، أنت أسطورة من أساطير مصر يا أبو تريكة. أبو تريكة قيمة وقامة. بطولات أبو تريكة بقى، عندك أبو تريكة برونزية كأس العالم للأندية 2006 مع النادي الأهلي، 5 دوري أبطال أفريقيا، 4 كأس السوبر الأفريقي، 7 بطولات دوري مصري، 3 كؤوس مصر، 4 سوبر مصري، وبطولة الخليج للأندية مع بني ياسين. جوائزه الفردية، أبو تريكة معاه جوائز كتير فردية. أفضل لاعب في الكاف 4 مرات، وهو صاحب الرقم القياسي اللي محدش عمله لحد الآن. الهداف التاريخي لدوري أبطال أفريقيا حتى الآن ب 33 هدف. الهداف التاريخي لديربي القاهرة ما بين الأهلي والزمالك ب 13 هدف. وهو كمان من ضمن القائمة المئوية في الدوري المصري برصيد 105 هدف. أفضل لعيب في كأس العالم للأندية 2014 اختير من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي كمان. وكمان اختاروه كسفير لكأس العالم للأندية 2014. وفي 2016 اختير من قائمة أساطير كرة القدم من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصائيات كرة القدم. وأبو تريكة كانت اللحظة الحزينة هي لحظة اعتزاله 2013، وهو الآن محلل في قنوات بين سبورت حتى الآن. أبو تريكة أمير القلوب. أبو تريكة كان ليه مواقف كتير لازم نحكيها. أبو تريكة لما كان بياخد مرتبه في السنة كلها كان مرتبه 2 مليون جنيه. مليون جنيه ليه، والمليون التاني كله لله، كله خير وكله لله. لما كانوا في مرة بلاعبين ناشئين طالعين،
وكانوا رايحين في بطولة في كأس العالم مع أبو تريكة وما كانش معاهم استرزات، جاب للفرقة كلها استرزات على حسابه الشخصي. وكمان أبو تريكة كان بيلموا ساعتها لله، كان في مكافأة فوز بالدوري، كان مكافأة ساعتها 20,000 جنيه، كان رقم ساعتها. المكافأة كلها كان بيحطه في الصندوق، كل لاعب مثلا بيحط 100 جنيه 200 جنيه، أبو تريكة حط ال20,000 جنيه كلها في الصندوق. أبو تريكة هو أمير القلوب، أبو تريكة شخصية عالية لن تأتي لها مثيلا آخر في الدوري المصري، ولا يأتي لها في الكرة المصرية مرة أخرى. لعيب زي أبو تريكة في أخلاقه وأدبه العالي، ما كانش بيروح يعترض أبدا أبدا على الحكم، كان في حاله، مركز في ملعبه، مركز في أكله، مركز في كورته بس فقط لا غير. إعلامي ما بيحبش يتكلم مع الإعلام خالص. أبو تريكة هو فعلا أمير القلوب المصرية. أبو تريكة ذو قيمة وقامة. أبو تريكة هو أسطورة الكرة المصرية. أبو تريكة هو الماجيكو أبو تريكة. ما تنساش يا حريف تقول لنا كل سنه وانتم طيبين في التعليقات، وما تنساش الدعم الايجابي لاخواتنا الفلسطينيين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. ابو تريكة